قال لي طريق غريب. ده محور جيهان السادات صح؟ محور من المحاور الجديدة اللي عملها السيسي. جميل. محور ملوش حل. ما هو ده اللي انا بقوله. بقول ايه؟ يا عم استبد زي ما انت عايز، المهم عيشني في امان. ايوه. انت فاهم يا عادل؟ يعني انت تفتكر الشله الوسخه اللي هي بتدعي دلوقتي للناس تخرج وما تخرجش؟ انا سؤال بما يرضي الله، في مواطن عنده استعداد يعيش الحاله اللي عشناها قبل كده؟ نفس ده؟ لا. طب لو لقيت الناس دي خرجت وراحت تتكلم عشان تعمل لها نفس الفيلم بتاع المره اللي فاتت، انت كمواطن هتعمل ايه؟ هتعمل لهم ايه؟ هتسيبهم؟ افرمهم. انا كشعب مش مستني الدوله تقول لي هتعمل ايه. اللي هيلعب في استقراري هلعب في عداد عمر. واصلك الفكره؟ ايوه. عشان كده انا بقول الشعب المصري لو انت قعدت تؤذن في ودنه 10 مليون سنه انك تحرك شعرايه في راسه مش هيتحرك. ليه؟ لانه شاف اللي حواليه، شاف الدنيا ماشيه ازاي. ايوه كل اللي حواليك اتدمر. عارف الفيلم ماشي ازاي. انا كده راضيني، انا كده مرضي. الكل جاي على هنا. ما هو جاي على هنا ليه؟ لان العنصر اللي هو بيلاقيه هنا مش موجود في اي مكان تاني في الارض. الامان. انت في بلدك امن، انت في مصر امن. انت عارف الصبح هتطلع بعربيتك هتروح تدور على لقمة عيشك. ايوه. اخر اليوم بترجع بيتك، عيالك بيرجعوا من المدارس في امان، مراتك قاعده في البيت بامان. دي حقيقة. دوله مستقره وبتفرض استقرارها على الدول اللي حواليها، مش بتستقر هي، لا ده هي كمان بتقول للعالم هجبرك على انك تستقر. طب انا عايز ايه تاني؟ انا عايز ايه تاني؟ وبعدين الغريبه ايه؟ ان الدول اللي راحت ما رجعتش. ترجع ازاي بقى؟ ولا هترجع. شوف اللي شاف الطريق ده، على فكره ما كانش موجود ده عادل اصلا. لا المحور ده ما كانش. ده ما كانش موجود اصلا، خلي بالك. يعني الطريق اللي احنا ماشيين عليه ده من 5 سنين ما كانش موجود، ده كان مدج. لا صغير كده والجنود كده. انا بقول لك كان مدج. يعني شاف الجمال بتاعه، العربيه ماشيه والحمد لله. ما فيش اي ولا هزه ولا هزه ولا تاكسي ولا هزه ولا حاجه خالص. ياخدك لحد ما يسلمك صلاح سالم. ما احنا انا عايز افهم، احنا دفعنا ثمن الكلام ده من جوتنا. الحاجات دي احنا دافعين ثمنها من في جوتنا. ناس زعلانه بتقول لك السيسي عمال يعمل في طرق وكباري. طب ما نعملش طرق وكمان. لا ما هو عمل بنيه تحتيه، انت مش محتاج تغيرها لمده 100 سنه. يعني انت مش محتاج تغير اللي موجود ده لمده 100 سنه. المشكله انك لو سبتها من غير ما تعمل كانت البلد وقفت. ده هتقع، هتهبط الارض. في ناس زعلانه من كده حضرتك. ما اللي يزعل يتفلت. عمال يصرف فيها على الفلوس على يا عم كانوا زعلانين ان احنا جبنا سلاح، مش هيزعلوا ان احنا عملنا طرق. يا راجل اسكت. انت فاكر الواد اللي بيتكلم مش فاهم حاجه. انت فاكر الواد الاخوان اللي طلع يقول لك رافال من استرال انت جايب سلاح ليه؟ جايب سلاح ليه؟ يا ولاد الكلب يا جزم. امال ايه؟ ده انا لو ما جبت السلاح كان زماني مفروم. ايوه طبعا. ده انت في عالم وسخ يخاف ما يختشيش. يعني اسرائيل لو مش خايفه منك قسما بالله كانت زجت الفلسطينيين كلهم في سينا وقفلت الباب. نكمل لحد قدام. احنا بقى طالعين الطلعه الجديده ديت طلعه على صلاح سالم. الطلعه دي انا بصراحه ربنا من كتر الكباري والمشاريع اللي موجوده ما بقتش عارف يعني مش مركز في الطرق غير على طريق الجي بي اس. هو دلوقتي الجي بي اس بيعرفنا بلدنا دلوقتي. ايوه هو عارف اكتر. جي بي اس ديت تروح منزلك. بتفضل انت الطلعه نفسها لوحدها. قال لك علي ربيع انا عامل طلعه على الدائري عظمه. شايف الجمال يا عم عادل؟ شايف يا عم عادل؟ شايف الحلاوه؟